ركز معايا شوية. 4 خطوات هيعملها معاك النرجسي والنرجسية لو فكرتوا ان انتوا تهربوا، لو فكرتوا ان انتوا تزوغوا وتسيبوهم. اول حاجة هيعملها لك الهوفرنج او الشفط، ان هو يحاول ان هو يرجعك، يحاول ان هو يسحبك تاني، يوعد وعود براقة ويقول ان انا هعمل واسوي وهتغير وهبقى كويس عشان يرجعك. طب ما ينفعش، يعمل ايه؟ تاني حاجة يعملها معاك الغضب النرجسي. هو انت فاكر ان انت اللي عايزة تطلقي؟ ده انا اللي عايز اطلقك، ده انا اللي مش عايزك. هو انت فاكر ان انت اللي عايز تطلقني وعايز تسيبني؟ ده انا اللي عايز اسيبك. طب ما ينفعش، وانت برضو استمريتي وانت استمريت ان انتوا عايزين تمشوا. الخطوة الثالثة، تالت حاجة هيعملها معاكم حملة مسعورة من تشويه السمعة والتشهير عشان خاطر يطلعكم ان انتوا اللي غلطانين، وان انتوا اللي خونة، وان انتوا اللي شايفين حد تاني، وان انتوا اللي بتعملوا حاجة غلط، فعشان كده عايزين ان انتوا تهربوا. ما ينفعش معاكم برضو، واصريتوا ان انتوا تكملوا ان انتوا عايزين تسيبوه. يعملوا بقى يوصلوا للخطوة الرابعة، اخر خطوة، اللي هي الانتقام. انتقام بقى عن طريق المحكمة، انتقام عن طريق ان هو يمنع المصاريف عن ولاده. هيعمل اي حاجة عشان ينتقم منك ومن ولادك. وديها للي مستنيها.